مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا دلوقتي هنعمل مع بعض طبق حلو جدا، ذوقيه مع اي حاجه هتتحول لاكله. يعني لو لاقيه نفسك تعبانه ومش قادره تعملي اكل، وعملتي كده طبق بيض بالخضار وعملتي معاه الطبق ده، بقت وجبه كامله متكامله. بصوا، انا جبت بتنجان ويعني حوالي 4 وحدات كده، ومسكتهم قطعتهم. انا بحب اسيب فيه الحته من جسم البتنجان الاسمر، وقطعتهم ترانشات وحطيت عليهم ميه وحطيت عليهم ملح. ليه احنا بنحط عليه ميه وملح؟ على اساس ان هو ما يشربش زيت كتير. في ناس بتحط ملح بس وبتسيبه لكن بيسود، فده افضل طريقه بتحاولي ان انت تحافظي بيها على لون البتنجان. وقلت الكميه بتاعتي دي كلها، وخدت اللون اللي هو الجلد الفاتح. في نفس الوقت بقى انا هعمل له التتبيله دي طبعا من حاجه اساسيه انا حكيت لكم عنها، اللي هي هرسه الشطه. هريسه شطه. انا بصوا كل البتنجان الكميه اللي انا قلتها بطلعها على مناديل. تمام. جبت توم، يعني كام معلقه توم كده حلوه، وجبت هريسه شطه، وحطيت خل، وحطيت حبه ميه صغيرين، وحطيت كزبره، وحطيت كمون. انتوا عارفين مش بحب الكمون كتير. تمام. في نفس الوقت انا قليت كام فلفلايه حراقه، من هي الاحمر والاخضر. تمام. وحطيت على التتبيله شطه حاميه وملح. انتي مش بتحبي الحاجه حراقه، استعملي فلفل اللون. ومسكت كل المجموعه اللي انا قلتها دي، حطيتها في بوله، بس كل ما برص شويه بحط حبه من التتبيله، يعني بشربها لها. تمام يا حبايبي. والله اكله لوحدها كده، تاكليها كده لو انت عندك عيش ناشف كده، يا سلام، حكايه خيال. وحطيت حبه من التتبيله على البتنجان بتاعنا الخطير، وهخلص كل التتبيله وهحط الفلفل. طعمه يجنن والله العظيم. وطبعا دي حاجه اساسيه مع وجبات السمك. اتمنى ان انتوا تجربوه وان شاء الله هيعجبك. بصي، انا حطيت خدت حبه من الخل على الفلفل الالوان والفلفل الحراق. طعمه حلو قوي قوي قوي. كمان لو عملتي معاه بقى كشري اصفر وبيض مسلوق كده، يا سلام، مدحرج في الزبده، هيبقى حكايه تانية. يا رب يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.